عندك نصف لتر من الحليب. اجي لاله مولاتي نحضروا تحليه سهله وخطيره وواعره بزاف بلا فلون بلا كثره المكونات. اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده من وصفات مريم شانيل تي في. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم تحليه كما كتشوفوا معايا اللي غادي نحضروها غير بنصف لتر من الحليب. تحليه سهله وخطيره واعره بزاف، سجلوها عندكم لانه رمضان على الابواب وغادي تحتاجوها. تحليه اللي كتجي بنينه منعشه وبارده بزاف. هاد التحليه اللي ما كنستغناوش عليها في الوقت ديال السحور بطبيعه الحال ومشبعه. كما كتشوفوا معايا هاد التحليه غادي نحضروا من بعضياتنا 3 ديال الطبقات. فإلا عجبكم فيديو اليوم خليكم مع الفيديو حتى الأخير باش تعرفوا على المقادير وكذلك طريقة تحضير هاد التحلية. ونبداو على بركة الله. غادي نحضر من بعضياتنا الطبقة الأولى اللي غادي نحتاج فيها واحد 3 ديال البسكوي من النوعية اللي كتعجبكم نتوما بطبيعة الحال. أنا هنا يعني فضلت انني نخدم بالبسكوي اللي تيكون فيه الشكلاط. بامكانكم انكم تاخذوا الصابلي كما قلت لكم الاختيار لكم. كنحاول انني ندقهم يعني بواحد التلاك او اللي متوفر عندكم، يعني غير نهرمشهم شويه. يعني ما بغيتهمش، انا بغيت هذوك الحبيبات ديال البسكوي يعني تجي في ديك التحليه. يعني بالنسبه لكم يعني الا بغيتهم يكونوا مسحوقين بزاف كيبقى الاختيار لكم. كما شفتوا معايا غادي نحاول انني نكبهم في واحد الاناء او في واحد الصحن كما شفتوا، يعني كيكونوا على هذا الشكل كما شفتوا. كنحاول انني يعني نخوي داك البسكوي ديالنا. كما قلت لكم انا اقتصرت على هذا البسكوي، يعني نتوما الا ما بغيتوش يعني بالشوكلاط يعني انواع كثيره ديال البسكوي كما كتشوفوا معايا. وهنا كما كتشوفوا معايا بعد ما كملت البسكوي ديالنا غادي ناخذ واحد يعني اناء بحال هكا اولا كؤوس اللي بغيتو نتوما، اولا على هاد الكؤوس اللي كتكون على هاد الشكل كيبقى الاختيار لكم اللي نتوما بغيتو تقدموا فيه. غنحاول انني نسكب ديك الكميه ديال البسكوي اللي عندي هي الاولى كما كتشوفوا بكميه متساويه في الكؤوس اللي عندي. غتكون هذه هي الطبقه الاولى ديال التحليه ديالنا. هانتوما شوفوا معايا كما قلت لكم كنحاول اني نوزع البسكويت ديالي على الكؤوس بكميات متساويه. صدقوني هاد التحليه مشبعه. غادي ناخذ واحد يعني معلقه او اللي متوفر عندكم. انا يعني اختصرت على هاد سميتو. كنتك بها يعني كنضغط على ديك البسكوي مزيان باش يشد يعني بلاصتو كما شفتوا. هانتوما شوفوا معايا كيفاش كيكون، يعني كنضغط عليه غير شويه. والان غادي ندوزو مع بعضياتنا باش غنحضروا الطبقه الاولى. الطبقه الاولى كما كتشوفوا معايا احتاجيت فيها واحد نصف لتر من الحليب، عندي واحد ساشي ديال الفانيل التنسيم، عندي 2 المعالق من سكر سنيده 2 المعالق كبار. غادي نحتاج ل2 المعالق كبار من النشا. بالنسبه اللي متوفرش عنده النشا بامكان ديالو انه يعوضها ب2 المعالق كبار من دقيق الفرص او لا كريم باتيسيير، يعني اللي متوفر عندكم بطبيعه الحال. هنا كنحرك الكل يعني قبل ما نحط الخليط على البوطه. هانتوما شوفوا معايا الان وضعت الكاسرول ديالنا فوق من النار مع التحريك المستمر. هنا بعد ما عقدت ليا الكريمه ديالنا او الطبقه الثانيه كما كتشوفوا معايا كنحاولوا اننا يعني نكبوها في الكؤوس ديالنا وهي باقا سخونه، يعني ما نخليوهاش حتى تبرد لانه دغيا كتقصح وبخصوصا يعني الجو بارد. هانتوما شوفوا معايا هذه هي الطبقه الاولى او لا الطبقه الثانيه.
اللي حضرنا مع بعضياتنا. صدقوني انها تحليه سهله يعني وكتحضر في اسرع وقت. هانتوما شوفوا معايا وزعتها، يعني الطبقه الاولى كما شفتوا ديال البسكوي، هذه الطبقه الثانيه اللي حضرنا بالحليب. غادي نخليها جانبا تبرد وغادي ندوزو باش غادي نحضروا مع بعضياتنا الطبقه الاخيره ان شاء الله. وهنا الغزالات ديالي عندي واحد 2 المعالق كبار من سكر سنيده، كنحتاج 2 المعالق كبار من النشا. هنا عندي وهنا عندي 2 الكيسان كبار من عصير البرتقال. كما كتشوفوا معايا كنحاول انني يعني نكب النواشف هما الاولين، يعني سكر سنيده والنشا. الان غادي نكب الكاسين ديال عصير الليمون كما كتشوفوا معايا، وغادي نضيف لهم يعني رأس معلقه صغيره من النكهه ديال الليمون. كيبقى اختياري كما قلت لكم، يعني ما بغيتوش تضيفوها ما تضيفوهاش. غادي نحرك الكل كما كتشوفوا معايا قبل ما نحطوه على النار. نتوما شوفوا معايا دائما يعني كنحط الكاسرول ديالنا فوق من النار مع التحريك المستمر، يعني ما نستغناوش على التحريك. ها نتوما شوفوا معايا هذا هو الشكل ديال الكريمه ديال الليمون ديالنا، كتجي على هذا الشكل. كما قلت لكم كنحاول انني نصب الخليط ديالنا. الطبقه الثالثه او الاخيره كتكون بقى يعني سخونه، ما نخليوهاش حتى تبرد. هانتوما شوفوا معايا كنحاول اني نوزع الكميه على الجبنات ديالنا كاملين. هانتوما شوفوا معايا الشكل كيفاش كيجي، دوك الالوان يعني اللون البرتقالي مع الابيض يعني كيجي هائل صدقوني. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالنا كما كتشوفوا معايا. يعني التزيين كيبقى اختياري. انا فضلت هنا نزين بحبيبات ديال يعني الحبيبات ديال الشوكولا، كيبقى اختياري يعني اللي كيكونوا متلونين. وفضلت انني نعمل شويه ديال لا كريم من الفوق. كما قلت لكم يعني التزيين كيبقى حسب المتوفر عند كل سيده. كما كتشوفوا يعني عن قرب كيجي هائل، يعني حتى الالوان فيه ساحره وجذابه، وبطبيعه الحال كيجي حتى في النظره ديالو غزاله. كما غتشوفوا معايا يعني الطبقه الاولى مع الطبقه الثانيه والطبقه الثالثه. يعني صدقوني هاد الوصفه يعني سهله. كما كتشوفوا معايا ضروري نذوقوا يعني قدامكم باش تشوفوا الشكل كيفاش كتجي ديك الطبقات المتماسكه مع بعضياتها. هانتوما شوفوا معايا عن قرب يعني تحليه كتجي ناجحه 100%. هانتوما شوفوا معايا يعني الطبقه ديال البسكوي مع الطبقه ديال كريمه الحليب والطبقه الاخيره اللي حضرنا بالكريمه ديال الليمون. صدقوني يعني اكثر من رائعه. الناس اللي سبق لهم جربوا هذه الوصفه راه بطبيعه الحال مضمونه الا تبعتوا الطريقه والمقادير تكون مضبوطه بطبيعه الحال. الا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تخليوا لي لايك للتشجيع، وتشاركوا الوصفه مع الاهل والاحباب والاصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي. ولا كنتم من الناس اللي اول مره كيشاهدوا القناه ديالي وعجبكم المحتوى، فدائما ادعوكم للاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد على قناتي وقناتكم بطبيعه الحال قناه مريم شانيل تي في. شوفوا لي الشكل ديالها كيفاش كيجي بلا فلون، تستحق التجربه. ما تنسونيش من لايكاتكم وتشجيعاتكم، والى اللقاء مع فيديو جديد ووصفه جديده. دمتم في امان الله.